السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الشعرية باللبن بطريقة مختلفة وحلوة جدا جدا وسهلة وسريعة. انا معايا هنا معلقة سمنة كبيرة وهحط فيها كوباية من الشعرية، يعني حوالي ربع كيلو من الشعرية. تمام، وبحمره كويس جدا لغاية ما يوصل للون الذهبي. وبعد كده بنزل بكوباية من السكر، وعلى حسب احتياجك للسكر قد ايه. انا هنا حطيت عليهم كوبايه كامله من السكر، وبكرملهم مع الشعريه، بقلبهم شويه يعني حوالي 3 دقايق كده. وبعد كده بنزل عليهم بالميه السخنه، مبنزلش عليهم ميه ساقعه، ميه تكون سخنه. تمام، عشان الشعريه ما تتعجنش معاكي وتبقى محتفظه باللبن. انا بنزل في الاول كوبايه ميه سخنه واحده بس، كوبايه واحده بس، علشان ما يشربش اللبن كله. وبعد ما بيغلي شويه كده بنزل بقى نص كيلو من اللبن على كوبايه الشعريه او ربع كيلو من الشعريه. وبعد كده بسيبهم يستووا، يعني انا بنزل كوبايه في الاول سخنه، وبعد كده بنزل بالنص كيلو لبن. هنا بدأ يدخل في السوا. تمام، انا هنا كده خلاص قرب يستوي، يعني دقايق واطفي عليه. انا معايا ربع كوبايه من اللبن وعليهم معلقه نشا كبيره، وبقلبها كويس جدا وبحط عليها ورقه فانيليا. وبعد كده بنزل بيها على الشعريه، وبسيبهم حوالي 3 دقايق على النار، وبعد كده بطفي عليها. اول ما يوصل لسمكها تقيل شويه كده، بتبقى كده خلاص تمام معايا. وبقلبهم شويه تقليب كده مستمر، لكن هنا خلاص كده استوى معايا، وده السمك اللي احنا عايزينه. بجد حلوة جدا جدا، وطعمها لذيذ وسريعة، ما بتاخدش معايا وقت. وبعد كده بحطها في اطباق واحط عليها جوز هند وزبيب. بجد تحفة قوي، يا ريت تجربيها، بجد هتعجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.